بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب الحوالة والضمان، من كتاب البيوع، من كتاب سبل السلام، شرح بلوغ المرام، للأمير الصنعاني رحمة الله عليه. قال الصنعاني: والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر، حقيقتها عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه وأخرج من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء، وقيل هي عقد إرقاق مستقل، ويشترط فيها لفظها ورضا المحيل بلا خلاف، والمحال عند الأكثر، والمحال عليه عند البعض، وتماثل الصفات، وأن تكون في الشيء المعلوم، ومنهم من خصها بما دون الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى. الحديث الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. قال الصنعاني: قوله على مليء مأخوذ من الملاء، بالهمزة يقال ملؤ الرجل، أي صار مليئا. قوله فليتبع، أي إذا أحيل فليحتل. ودل الحديث على تحريم المطل من الغني، والمطل هو المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من قادر على الأداء، والمعنى على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل، أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. ومعناه على التقدير الثاني أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا، فلا يكون غناه سببا لتأخير حقه، وإذا كان ذلك في حق الغني ففي حق الفقير أولى. ودل الأمر على وجوب قبول الإحالة، وحمله الجمهور على الاستحباب، ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره، وعلى الوجوب حمله أهل الظاهر. وتقدم البحث في أن المطل كبيرة يفسق صاحبه، فلا نكرره، وإنما اختلفوا هل يفسق قبل الطلب أو لا بد منه، والذي يشعر به الحديث أنه لا بد من الطلب، لأن المطل لا يكون إلا معه، ويشمل المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد في نفقة عبده. ودل الحديث بمفهوم المخالفة أن مطل العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، ومن لا يقول بالمفهوم يقول لا يسمى العاجز ماطلا، والغني الغائب عنه ماله كالمعدوم. ويؤخذ من هذا أن المعسر لا يطالب حتى يوسر. قال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان ظالما، والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. ويؤخذ منه أنه إذا تعذر على المحال عليه التسليم لفقر لم يكن للمحتال الرجوع، لم يكن لاشتراط الغنى فائدة. فلما شرط الشارع علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له، كما لو عرض في دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين. وقالت الحنفية: يرجع عند التعذر، وشبه الحوالة بالضمان، وأما إذا جهل الإفلاس حال الحوالة فله الرجوع. الحديث الثاني، عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع. قال الصنعاني:
قوله فانصرف أي عن الصلاة عليه. وقوله حق الغريم منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قوله الديناران عليه، أي حق عليك الحق، وثبت عليك وكنت غريما. والحديث أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، إلا أن في حديثه 3 دنانير، وكذلك أخرجه أبو داود والطبراني، وجمع بينه وبين قوله ديناران أن في حديث الكتاب أنهما كانا دينارين وشطرا، فمن قال 3 جبر الكسر، ومن قال ديناران ألغاه، أو كان الأصل 3 فقضى قبل موته دينارا، فمن قال 3 اعتبر أصل الدين، ومن قال ديناران اعتبر الباقي. ويحتمل أنهما قصتان وإن كان بعيدا. وفي رواية الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم جعل إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران، حتى كان آخر ذلك أن قال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته. وروى الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه، فإن قيل دين كف، وإن قيل ليس عليه دين صلى. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل هل عليه دين؟ فقالوا ديناران، فعدل عنه، فقال علي هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما، فصلى عليه ثم قال جزاك الله خيرا وفك الله رهانك. الحديث. قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت. وفي الحديث دليل على أنه يصح أن يحتمل الواجب خير من وجب عليه، وأنه ينفعه ذلك، ويدل على شدة أمر الدين، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لأنها شفاعة، وشفاعته مقبولة لا ترد، والدين لا يسقط إلا بالتأدية. وفي الحديث دليل على أنه لا يكتفي بالظاهر من اللفظ، بل لا بد للحاكم في الإلزام بالحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات، وأنه إذا ادعى من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنى يحتمله وإن بعد الاحتمال لا يحكم عليه بظاهر اللفظ، وعطف وبرئ منها الميت على ذلك مما يؤيد هذا المعنى المستنبط. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، متفق عليه. وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. قال الصنعاني إيراد المصنف له وهو ابن حجر عقيب الذي قبله إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك الحكم لما فتح الله عليه صلى الله عليه وسلم واتسع الحال بتحمله الديون عن الأموات، فظاهر قوله فعلي قضاؤه أنه يجب عليه القضاء، وهل هو من خالص ماله أو من مال المصالح محتما؟ قال ابن بطال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله في من مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه. وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال وعلى كل إمام بعدي. وقد وقع معناه في الطبراني الكبير من حديث زاذان عن سلمان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم، ثم قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي في بيت مال المسلمين. وفيه راو متروك ومتهم.
الحديث الرابع وهو الأخير من هذا الباب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. قال الصنعاني: وقال إنه منكر، وهو دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحد. قال ابن حزم: لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا، لا في مال ولا في حد ولا شيء من الأشياء، لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهو طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغلب المكفول عنه: ماذا تصنعون بالضامن بوجهه؟ أتلزمون غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل، لأنه لم يلتزمه قط. أم تتركونه فقد أبطلتم الضمان بالوجه، أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج، وما لا طاقة له به، وما لم يكلفه الله إياه قط. وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم كفل في تهمة. قال: وهو خبر باطل، لأنه من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك، وهو وأبوه في غاية الضعف، لا تجوز الرواية عنهما. ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيها، إذ الحجة في كلام الله ورسوله لا غيره، وهذه الآثار قد سردها في الشرح. انتهت قراءة شرح هذا الباب من كتاب البيوع. قرأناه من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني رحمة الله عليه، ويليه في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى باب الشركة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.